صباح النور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم بدبارة جديدة سريعة وبنينة وفي ساعة تحضر. باش نعملوا سردين بانيه وكفتاجي في الفرن أو كحويجة مقلية وحويجة صحية، معناتها ما نكتروش، مش كل شيء مقلي في الزيت، هكاك بقل مضرة. بالنسبة للكفتاجي قصيت البطاطا مكعبات، قصيت القرع الأحمر زادا مكعبات والطماطم، نستحقو زادا طماطم مكعب، نستحقو فلفل أخضر وثوم. هذه شنو حطيت في الكفتاجي. وبالنسبة للسردينة كيما تشوفوا نظفتها بالكدا وحليتها، نحيت لها السلسول متاعها وغسلتها بالباهي وخليتها تستقطر كيما تشوفوا لهنا. بالنسبة للكفتاجي حطيت البطاطا، القرعة، الفلفل الأخضر، الطماطم والثوم، وملحتهم شوية باش نصب لهم شوية زيت نباتي، ومن بعد غطيتهم بابي كويسون، نجم تغطوهم زادا بالالومنيوم باش فيسع فيسع يطيبوا. صدقوني فيسع ما شدوش حتى درجين وطابوا. كما قلت لكم كيف تغطوها بالبابي كويسون والا الالومنيوم يسرع طياب نتاعهم. وهكا حويجه صحيه خير من اللي، بما اني باش نقلي السردينه باش نطيبها في الزيت، وليت كما قلت لكم الكفتاجي عملته في الفور. بالنسبه للسردينه حضرت بحذايا الفارينه وكسرت كعبتين بيض، زدتها الكمون والملح. هذا هو شنو فوحت به العظم. والسردينه زاد هنا باش نزيدها شويه كمون وملح. هكا هو تحبوا انتم تعملوا فحات اخرى، هريسه عربي وفحات اخرى كيما كل واحد كيفاش يحب. بالنسبه لي انا فوحت كان بالكركم والكمون، سامحوني، الملح والكمون. فضلا وليس امرا اذا كانوا وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا لي ابوني وتحطوا لي كومنتير مزيان كيفكم. ما تنسوش لايك اللي تخلي معناتها الفيديو يطلع وان شاء الله في ميزان حسناتكم. لهنا حطيت الزيت باش نخليه يسخن. وبالنسبه للسردينه باش نغطسها في الفارينه ومن بعد في البيض، ومن بعد نغطسها في الفارينه ونقليها. نتوما تحبوا تعملوا في بلاصه الفارينه الشابلور، هذايا امر معناها يعود ليكم. كما تشوفوا نغطسوها في الفارينه في مرحله اولى ومن بعد في العظم ومن بعد نغطسها في الفارينه ونحطها نقليها. العاده الصغار ما يحبوش السردينه خاطر فيها برشا شوك. بالطريقه هذه راهي تجيب بنينه على الاخر، ونأكد لكم باش يحبوها وتعجبهم. نتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير خاطر الفيديو ما فيهوش كان طبخ، فيه هكا باش نوريكم شويه مشتريات للشتاء. وهاكم معايا الاخر الفيديو. لهنا كيف ما تشوفوا خرجت الكفتاجي من الفرن، طاب ديجا، اموره واضحه. باش نقليلو كعبتين عظم في شويه زيت مش برشا، ونخلط كل شيء مع بعضه. زدت شويه ملح وتابل وكرويه، هذه الفحات اللي زدتها، ومن بعد نزيدوها شويه زيت زيتونه وقصيتها. تنجموا كان عندكم البريس ليغوم هذيك تنجموا تنزلوا بها باش كل شيء يتخلط فاسيلمون، والا بزوز سكاكن وتقصوها بالطريقه اللي باش نوريها لكم تو. وفما شكون يخليه هكاكا يعني مكعبات، كل واحد كيفاش يحب. انا باش نقصهم بالطريقه هذه بزوز سكاكن باش كل شيء معناها باش معناتها تجينا كفتاجي كيما العاده يعني.
الفطور بعد محضر حويجة بسيطة إن شاء الله تكون تبارتي اليوم عجبتكم. كيما قلت لكم يعني السردينة بانيه ياسر بنينة وتعجب الصغيرات بقدرة ربي، ننصحكم تجربوها. والكفتاجي ومع شوية غلة ويا ربي وليك الحمد، اللهم أنعمت فزد. لهنا حبيت نوريكم شوية مشتريات من الفريب، حاجات بسيطة هكا. عجبوني شوية. هذيا بلوزون امبيرميابل خديتها لولدي، سوم رخيص على الاخر، 3000 فرنك. بالمناسبة راهو الفريب راهو يتداوى في المعمل، يعني ما تخافوش منه، بقدرة ربي ما فيه حتى شيء. كان الأثاث ردوا بالكم خاطر اللي يجيبوه من الخارج تنجم تتعدى فيه الحشرة متاع البق. دونك بالنسبة للفريب راهم معامل ما تخافوش. هذو شوية هكا مراول وحاجات يعني متاع دار شريتهم للأولاد بدينار. بالحق أسواق مناسبة على الآخر. هذه جيلية متاع هكا متاع جوكينج وكل شيء، عجبتني نايك. وواحدة أخرى أديداس فريمون طيارة. الصورة اللي هنا ظلمتهم شوية أما راهم مزيانين على الآخر بالحق. الفريب فيه فرص ماهيش نورمال. كما قلت لكم هاكا حويجات يبدلوا بيهم في الدار، وحويجات نشروا لهم شوية من جديد هاكا متاع مناسبة متاع خرجة وكل شيء. أما الفريب راهو لازم منه. وكما تعرفوا معناها الأسواق متاعه مناسبة على الآخر وفيه فرص طيارة. وديما نشري انا لاولادي، ديما نشري لهم هكا طاي اكبر شويه هكا يلبسوها كيف ما يحبوا. حبيت نوريكم لهنا زوز كساوي خديتهم من باج فيسبوك اسمها بوان اف فاتن، هي مولات الباج اسمها فاتن. زوز كساوي ب35 دينار متاع خريف وربيع هكا، يعني مش متاع شتاء. بالحق يعني فرصه، زوز كساوي 35 دينار. طياره هي كل مره تحل لايف معناتها تعمل فرص أسواقها مناسبة على الآخر. إن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم. فما حاجة أخرى زادة شريتها حبيت نوريها لكم، شريت طابلو للصالة من باج اسمها كواتروات. بالحق عندها كواتروات ياسر طيارة وتجيك كيما في التصويرة، يعني كيما مهبطينها في الباج. هذه إن شاء الله باش نعلقها في الصالة، عجبتني على الآخر. باش نعلقها في الحيط هذاك إن شاء الله وقت اللي نعلقها تو نصور لكم. وكهو هذه هي مشتريات لليوم، وهذا فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. خليكم تو في امان الله وحفظه وبسلامه.